مع الاستاذ محمد الميغودي كل مره نستغل الفرصه لما يكون في اشياء في المغرب نحاول نستغل وجود استاذ محمد الميغودي، لاني لاحظت استاذ محمد الميغودي تقريبا في بحر الاسبوع الماضي كان نقد لاذع على الحقيقه لم نتعود به بالنسبه للاستاذ محمد الميغودي للناخب الوطني وليد الركراكي. شهادتك تحكي بحده لم نتعود عليها الحقيقة، وكأنه في اتهام مباشر لما يحدث في المنتخب المغربي في الفترة الحالية، اتهام مباشر للمدرب الوطني أو الناخب الوطني وليد الركراكي. والله عزيزي هيكل، بعد نكبة الكوت ديفوار قلنا بأن المسؤول الأول والأخير كان عنها وليد الركراكي، ولكن قلنا أيضا نظرا لعامل الزمن ونظرا لثقتنا في هذا الرجل قلنا لابد من استمراريته على رأس النخبة المغربية. وكنا نتوقع جميعا هنا بالمغرب أن تكون مقابلتين الإعداديتين الأخيرتين هي بداية تصحيح لمجموعة من الأخطاء التي قام بها وليد الركراكي بالكوت ديفوار، إلا أن الرجل فقط قام بتغيير بعض الأسماء التي كانت بمحيط المنتخب المغربي سواء بطاقمه التقني أو بطاقمه الإداري، ولم يغير نهائيا من نهجه الفكري ولا من مستوى تعامله مع النخبة المغربية. فارتفعت حدة تخوفنا على مستقبل المنتخب المغربي، خاصة وأن الرهان المقبل رهان كأس افريقيا هو رهان دبلوماسي وسياسي واقتصادي وتنموي واجتماعي وأيضا رياضي، لأنها فرصة لا تعوض للنخبة المغربية وللمغرب بشكل عام، خاصة بأننا في حقيبتنا فقط لقب واحد كان في 76. كانت اختيارات فيها مناقشة وفيها نقاش وعليها جدل، ولكن أداء المنتخب المغربي في اللقاء الأول وفي اللقاء الثاني زاد من تخوفنا، وبالتالي أن كان لابد من حدة هذا النقاش ومن حدة هذا الانتقاد. وأعتقد أن حدة انتقادنا أيضا زكاها لاعب المنتخب المغربي أناحي، فحينما ينتقدك لاعب من أفضل لاعبي المنتخب المغربي فأعتقد بأنك تسير في الطريق الخطأ. وبالتالي أنا شخصيا أقول طالما أن هناك إمكانية تأخير نهائية إفريقيا إلى جونفي 2029 فأنا أقول أن حان الوقت لتغيير الناخب الوطني المغربي، وأقول بأن المنتخب المغربي في حاجة إلى صدمة كهربائية أيضا على الأقل لنحقق آمال المغاربة. أقول مع التغيير، ولكن أقولها أيضا وبصوت عالي، أنا ضد هذه الأسماء المروجة الآن للعودة إلى الفريق الوطني المغربي، لأن كلا الأسماء التي يتم الترويج إليها الآن وهي أسماء سبق لها وأن دربت المنتخب المغربي ولم تحقق مع إنجاز، أنا أعتقد بأن أيضا سنخطط أيضا لانتكاسة أخرى، وهذا غير مقبول. شخصيا أقولها بصوت عالي، لست مع استمرارية وليد الركراكي، ولكن مع ناخب متعدي من مستوى عالي وعالي جدا في مستوى هذه المواهب وهذه القدرات التي توجد داخل النخبة المغربية. واضح استاذ محمد الميغودي. على كل ما زلنا سنعود لهذا الملف لانه ملف مهم جدا بالنسبه لكره القدم المغربيه، ولكن انا شخصيا تخوفي اكثر لما المدرب يخرج من اطاره، يخرج من الاطار الفني مع اللاعبين مع الكادر الفني له، لما يصبح يتدخل حتى في تعيين المدربين ويعين المدرب المنتخب الاولمبي. لهنا نبدا نتحدث بطريقه اخرى عن هذا الناخب الوطني، وهذا تخوفي لانه تحدثنا عن ناخبين وطنيين في السابق بنفس الطريقة، شفنا أنه خرجوا من الملعب، خرجوا من الأجواء التدريبية إن صح التعبير، وأصبحوا يريدون أن يتحكمون ويريدون أن يعينون ويريدون أن يستقطبون، وهذه هي المشكلة الكبرى. نتمنى أن تعود الأمور لنصابها مع مدرب حقق نصف نهائي كأس العالم مع المنتخب المغربي.